بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا. بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا. بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها. بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها. كبرنا ويا يا حليل وحلوة فاكهتنا. صباح النور البنات، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم تتفرجوا في الفيديو هذا. رجعت لكم بوصفة جديدة اللي هي الروز الجربي. تابعوني لاخر الفيديو باش تشوفوا الوصفة على قواعدها، خاصة وهي طايبة من يديات ميمتي. الوصفة الزمنية الصحيحة. كنا حضرنا الخضرة متاعنا، قاعدة امي تقص في الخضرة، بديت تقص في السفنارية، تنظف فيها مليح ومن بعد باش تقصها ديكوب. هوني لقات سفنارية سفور متاع ساقين، شوف شيخت عليها، سبحان الله شي خلق ربي والله. بعد باش نتعداو نقصوا الخضرة والبصل، قصيناهم جويدين كما تشوفوا لهنا. البصل قصيناه جويد والسفنارية قصيناها ديكوب جويدين. جبت الروز متاعي، قصينا الخضرة، وهوني اللحم زاد باش نقصو ديكوب وبدينا نفوحو. حطينا اللحم هوني سكالوب قصيناه تروف، وحطينا لهنا ملح وتابل، نعناع شايح، فلفل احمر، وكركم. هوني انا بديت نغسل في الروز، نغسلوه مليح مليح باش نحى منه نشا ويجينا طايب كعبه بكعبه. امي هوني برشت الثوم، بريسك راس ثوم معناها. طريقه جديده متاع امي انها تفوح اللحم ساعه من الاول ومن بعد تخلط كل شيء مع بعضه. هوني حطت السفناريه، بعد حطت البصل، ومن بعد اخر حاجه الخضره متاعنا اللي هي سلق ومعدنوس. اللي عنده سبناخ ينجم يحط. هوني غسلنا الروز متاعنا، حطت 3 مغارف طماطم، معجونه، زيت زيتونه بمقدار شطر الكاس هذاك معناها، هو كيس كبير راهو. وبديت هوني تخلط في كل شيء مع بعضه، نخلطوا بيدينا مليح 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 حتى تتجانس المكونات الكل مع بعضها. الطريقة هذه ياسر تحفونة وبنينة، تجي الروز كعبة بكعبة ويجي بنين برشا وفاوح. جربوه بالطريقة هذه باش يعجبكم برشا. ديما معناها جدود والا الامات وكل عندهم طريقه في الماكله معناها ماهيش كيف ما احنا، معناها احنا نتعلموا منهم، مازلنا لتوا نتعلموا منهم. يعني ماكلتهم زمنيه وبنينه وفاوحه برشا. حاولوا تطيبوا ديما بالطريقه اللي نهبطها لكم وتشوفوا البنه على قاعده. وني زدنا الروز وخلطت مليح مليح كل شيء مع بعضه. الاكلات هذوما ديما نعتمدوهم احنا في الشتاء، معناها الدنيا بارده كل شيء، لوجو ديما الحاجه اللي باش تدفينا، حاجه تكون محرحره وبنينه. خاصة احنا الايامات هذوما مطر وبرد وكل، ما نعرفش نتوما الطقس، اكتبوا لي في الكومنتير الطقس عندكم كيفاش. وما تنساوش تصليوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا لي نتوما معناها في بلادكم تطيبوه الروز الجربي وشنو تسميوه. هوني زدنا الجلبانة، ما عندناش حمص حطينا جلبانة، نجموا تحطوا حمص منفخ، وخلطنا كل شيء مع بعض. وهي أكلة صحية وبنينة برشا ويحبوها كبار وصغار. هوني حطت ويفور، حطت رند شوية فلفل شايح، شوفوا ليك المنظر يعني حاجة تشهي. هوني حطيناه يفور وحطيت من غادي نطيب في كويستي باش نعملوه عشوية بعد الفطور. هوني طاب وحضر وزينته بكعبات زيتون، حاجة بنة عالمية. جربوا بالطريقة هذه واعطيوني رايكم في لي كومنتير. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم، ان شاء الله يكون عجبكم.
وما تنسونيش في التعليق المزيانة متاعكم والجمات، واللي مش مشتركة تشترك معنا في قناتي تبقى طبخة وحكاية. ومرحبا بكم الناس الكل. وني حاطينا نفطروا مع بعضنا. ومن بعد تعديت بعد الفطور عندي شويه كاكاويه مشيت طيبتها فوق الغاز. ديما نحب نطيبها في الفورمه. زدتها شويه هكا ملح، عملت شويه قطانيه للصغار. وني عبيت الكاكاويه متاعي باش نمشي نعمل قعيده انا وامي وولادي، والحمد لله حمدا مباركا فيه وبسلامه، وان شاء الله في فيديو جديد.